الطعمية الجامدة دي من عند الجحش. مطعم الجحش بتاع السيدة زينب فتح في الكويت، واللي ما يعرفش الجحش فده مطعم مصري فتح في منطقة السيدة زينب بقاله اكتر من 65 سنة. المطعم بيقدم اكلات شعبية، وانا صورت لكم المنيو عشان تشوفوا الاسعار وتحفظوا الفيديو عندكم. والجحش فتح في الفرعونية في قطعة 4 قدام وزارة الكهرباء، وحاليا عامل عرض الدينار. تقدر تاخد نص دجاجة مع بطاطس وبيبسي، او سندوتشين تشيكن فيليه مع بطاطس وبيبسي، او 3 سندوتشات كبدة وسجق ونقانق مع بطاطس وبيبسي. وانا حبيت اقول لكم العروض اللي عاملها، ولكن انا جاي اجرب النهارده الفول والطعميه. مبدئيا كده الفول عنده اشكال والوان، لا عنده الفول بالسمنه البلدي، وفول بالزيت الحار، وفول بزيت الزيتون، فول بالكبده، وفول بالليه، وفول بالسجق، وفول بالبيض. كل اللي تتخيله هتلاقيه. وانا سعيد ان هو فتح قبل شهر رمضان، لان الجو ده بيفكرني بسحور رمضان ولمه سحور رمضان. المهم خلينا ندوق ونشوف الطعم بيقول ايه. اول حاجه جربتها الطعميه اللي محشيه بسطرمه. الطعميه كانت خضره من جوه ومستويه كويس ومقرمشه من بره ومش شاربه زيت، وطعم البسطرمه كان جامد جدا. جربت بعدها الطعميه اللي محشيه بصل وكانت حلوه جدا، ويا سلام لما تنزلها في شويه الطحينه اللي معمولين بمزاج. انا حاسس ان انا قاعد في السيده زينب وباكل، وده يمكن لان الشيفات اللي موجودين جايين من مطعم الجحش اللي في مصر. المهم انتوا خدتوا بالكم الفوليه اللي انا مسكتها دي ناكل فول مدمس مش علب والجو ده. وبعد كده جربت الفول اللي بالكبده وكان اختراع. والمطعم بيقدم حاجات تانية كتير زي المسقعه وسلطه الجبنه والشكشوكه، وكل الاصناف دي بيتعمل منها سندوتشات ومواعين. وبالنسبه للاسعار فانا شايفها مناسبه جدا. وفي النهايه التجربه بالنسبه لي كانت ممتازه واكيد هكررها. وبس كده، وما تنسوش اللايك الجميل.